السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. هنعمل مع بعض النهاردة إن شاء الله بإذن الله أكل حلو أوي أوي للجيم والرجيم. يعني ايه، بيبقى دايما مش عارفين نغير نعمل ايه يعني. فأنا هعمل معاكم وفي نفس الوقت هو أكل صحي، يعني اللي بياكل أكل صحي جميل جدا ليه. هنعمل طبعا رز أبيض بمية بس، وممكن نحط شوربه من غير دسم. نسمي بالله كده. معانا التوابل: بابريكا، توم باودر، بصل باودر، توابل فراخ، كركم، كاري، ملح، فلفل اسود، وطبعا معانا خل ومعانا ليمون زي ما انتم شايفين، عصير ليمونتين، وطبعا حوالي معلقتين خل. نحط بقى التوابل كلها كده على بعضها، وطبعا هنقليه في الزيت اللي هو زيت زيتون او زيت بديل الزيت اللي هو في البخاخه ده. طبعا هسيبه في التتبيله شويه كده حوالي نص ساعه. وده الليمون، وطبعا حوالي معلقتين خل. طبعا بنحط الزيت هنا، في ناس بتحط زيت في التتبيله دي. هبتدي بقى نحط ايه، واحده واحده كده. اما تسيبيها في التتبيله بقى شويه، كل ما بتقعد بتبقى احلى. يعني ممكن تتبليها من قبلها بمده، هتديكي طعم احلى طبعا. خلاص كده تبلناهم كلهم، او يعني جبنا فيهم التتبيله كلهم، ونسيبها بقى نص ساعه ساعه. كل ما تسيبيها اكتر، انا مني الوقت اعملها على طول يعني، فهستنى كده نص ساعه. لكن لو تسيبيها اكتر هتبقى احسن طبعا. ونشوف هنعمل مع بعض ايه. ده بقى هنبتدي نقلي كده، عدى نص ساعه. احط بقى ده بديل الزيت، ده للجيم او للرجيم. بس كده. نبتدي بقى نقلي. التتبيله ما اقولكوش بقى ريحتها جميله جدا. ريحه التتبيله فظيعه. بقى كده كده معقول قوي. لونها لون التتبيله، خدت اللون طبعا لانها قعدت شويه، حمرت كويس. التتبيله ريحتها بعد القلي كمان عامله انقلاب، يعني تشم الريحه كده، تاكلي على الريحه بس.
زي ما انتم شايفين الاكل خلص، وده الرز اللي قلت لكم عليه. بحطه في الحله كده الاول، وبعدين بسخن الكتل وانزل عليه ميه، او لو في شوربه زي ما قلت لكم من غير دسم بروح حطها عليه، وبحط له ملح وبحط له فلفل، بتبله زي يعني كذا حاجه كده عشان يبقى يعني غير الرز المفلفل ما بحطلوش فلفل، لكن دوت بتبله بكذا حاجه كده عشان يبقى يدي طعم. لو في مثلا مرقه دجاج بحط له بيدي طعم شويه. بيستوي بقى، ده بيغلي واروح موطيه عليه النار. طبعا بيغلي على طول لان الميه سخنه. واروح موطيه عليه النار واسيبه بقى يستوي، ما بيلزقش في الحله ولا حاجه خالص يعني. زي ما انتم شايفين جميل جدا. وعامله بروكلي زي ما انتم شايفين كده مشوحاه. والفراخ زي الاساسي يعني في اللي انا قلتها لكم في الاول، والتتبيله بتاعتها بص جميله ازاي. طبعا ابني خد منها كام واحده كده، بس يعني ايه الكيلو ما شاء الله حلو يعني. بص حلوه ازاي، وريحتها والله يا جماعه تجنن. حاجه حلوه واي حد ياكله، مش مساله جيم والجيم بس، اكل صحي جدا ومغذي في نفس الوقت يعني. كل يعني مش لازم نجيب اللي هو بديل الزيت، ممكن حبه زيت زيتون على حبه زيت ذره، او زيت ذره بس بلاش زيت زيتون نحطه على النار كتير. زيت ذره وتبقى مسحه كده بسيطه، ونعمل له هيبقى اكل صحي جدا يعني. يا رب يعجبكم وتعملوا كل حاجه حلوه، طبعا هتعملوها احسن يا رب دايما. ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان الوصفات توصلكم. ميرسي قوي، سلام عليكم.